ونرش عليها بالمنظر الجميل الخفيف ده الشربات والجمال والشكل الحلو ده. شايفين الجمال ده؟ خش على القناه وشوفوه. نعمل شربات. الشربات ايه؟ هنحط 3 سكر، جبت لكم المج اللي في كل بيت في مصر، و2 ميه، ونص وعصره ليمون، نص ليمونه، ومعلقه عسل جلوكوز كبيره. ايه العسل الجلوكوز ده على فكره يا جماعه العسل بتاعي غلي بجد 5 دقايق بالظبط. شوفوا النار نهديها خالص ازاي. ايه هحط ورقه الفانيليا كده اهو، وهدفع عليها النار. ما حطيتش ايدي فيه خالص ولا. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن صحه وحياه. هنعمل مع بعض النهارده جلاش حلو سهل وبسيط برضو. انا معايا زبده ومعايا سمنه من اللي احنا عاملين، وزبده جنه. وهسيح الزبده دي واجي اقول لكم نعمل ايه. انا اقول لكم معلومه، لو انت بتعملي بسمنه مش بلدي ما فيهاش بلدي، هاتي معلقه قشطه. شوفوا ما هي معلقه بتاع الشاي، هتغير لك الطعم خالص وتخليها لك اكنها ريحتها بلدي صافي. او شويه لبن. ماشي، يا رب افيدكم باي معلومات. الظهر اذن، رحت صليت بقى عشان نشتغل كده واحنا ما فيش شايلين هم حاجه ورانا يا جماعه. نقضي فرض ربنا يقوم يسهل لنا في يومنا ونعمل عمل ايه صالحا يحب لنا ويرضاه عنا يا رب. ونبدا بالصلاه على النبي كده ونسمي الله. نعمل ايه معانا؟ لفه الجلاش اللي مش عارفه هي حلوه ولا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احسن ما بين ايدينا واغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. الصلاه على النبي جميله. هقول لكم بقى ايه النهارده عيد الام. كل عام وانتم طيبين، ويا رب كل اللي له ام يخليها له ويبارك له في عمرها وفي صحتها، وكل اللي امه توفت زي حالاتي ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها في الفردوس الاعلى للجنه. امهاتنا وامهات امه لا اله الا الله. ويا حبايبي كل واحد بقى عنده ابناء كده حلوين بيقولوا في عيد الام، لازم ربنا يبارك لكم فيهم وتقوموا تعملوا لهم حاجه حلوه بقى. اي حاجه المهم يعني اللي بالموجود وفي يا جماعه، مش ان احنا لازم نعمل حاجات فوق طاقتنا. احنا نعمل حاسس عيالنا كده ان هم جايين ابيت اهاليهم فرحانين مبسوطين، نرحب بيهم. وكل عام وانتم طيبين، يا رب ما يحرمش حد من الام. الام غاليه قوي يا حبايبي، وكل واحد له ام لازم يروح لها لحدها ويبوس ايديها ويقول لها يعني ما فيش حاجه اغلى منها بجد، ما فيش حاجه في الدنيا اغلى من الام بجد. انا الله يرحمها امي يعني ما كنتش اقدر افوت اليوم ده من غير ما ازعل. فربنا يا رب كل اللي له ام يسعده ويفرحوا بيها. اقول لكم احنا هنعمل ايه النهارده كده. شوفوا احنا ممكن نعمل حاجات كده. هو الجلاش مش عاطفي وورقه رقيق جدا بس بيعمل بتاع حلويات يعني. فهنعمل الورقه ونتنيها ونعمل جلاش سهل وبسيط من غير اي تكلفه برضو كبيره. هنعمله كده. شوفوا الورق يعني مش عارفه رقيق جدا، لا يجي تخين لا يجي رقيق، ففي كل الحالات الحمد لله. لكم بقى نعمل ايه تاني. ايه تنات الورقه عشان عايزاها تطلع سالكه كده، هحطها على السيخ. انا على فكره يا جماعه ساعات بصور وببقى مأكده على الكاميرا ان هي تبقى بالعرض وبصي الاقيها طول. يعني الرواق اللي نزل لكم في الفيديو ده الجلاش بصراحه زعلانه عليه قوي، كنت عاملاه بجد وانا واثقه فيه ان هو يبقى حلو. وهنروح عاملين الورقه كده. ممكن تخليها بقى كده تبقى صباع بس كده، شايفينه؟ نعمله زي صباع كده. ديت حاجه شكل تشكيله كده، ولا حشو ولا حاجه يا جماعه، مش هنعمل اي حشوات. شوفوا الورقه كده ونروح لافينها عليها كده. انا هعمل تشكيله كده وتشكيله كده ونخليه ايه يطلع حلو قوي. الدهنه دي بقى خفيفه خالص اهي بس هتخليه يطلع مورق ومستوي من جوه كده وحلو. دي هتبقى زي الصباره كده. ايه رايكم فيها؟ حلوه قوي كده. ديت حاجه، ده شكل. هعمل لكم بقى عريضه. دي خليها كده وهقول لكم بقى نعمل ايه بدي. الورقه كده ايه بالعرض. هروح بقى لفين عليها تاني عشان نعمل عيش العصفوره او ايه الاساوش. بس هنعملها النهارده بطريقه بقى هتسبقوا قوي، هتبقى ايه حاجه حلوه عشان احنا عايزين
اما اولادنا يخشوا علينا يلاقوا عندنا حاجه حلوه، لازم تعملوا كده. شوفوا المنظر ده، شايفين الكشاشه الجميله دي؟ واروح ايه عاملاها كده، وهروح لفاها عامله لها القاعده ديت من تحت كده اهو، ومتكيه على كده عشان احنا لسه عايزين نحشيها. شوفوا المنظر ده اهو. هعمل بقى كله عشان انا كده ايه موضوع كبير وعايزه ايه اقعد وكل عام وانتم طيبين. والواحد يعني كل واحد يا جماعه يعني الصحه بتاعته على قد ايه. ربنا يبارك فيكم وفي عيالكم، يفرحكم باولادكم، ويا رب كل اللي عنده ام يفرح بيها، واللي عنده ام متوفيه يرحمها ويغفر لها. عيد الام ده بيفرح ناس وبيزعل ناس يا جماعه، بس لازم نرضى بكل اللي ربنا عايزه. شفتوا المنظر حلو قوي اهو، كده عشان انا عايزه الحته دي كده. وكده همشي بقى بالمنظر ده على طول، ونرجع نحط سمنه تاني بعد ما نخلص الصينيه كلها. وكده بقى هخمل. تعالوا بقى ايه، شوفوا الصينيه ما كملتش، شايفين الجمال ده؟ الصلاه على النبي حلوه قوي. هحط لها بقى سمنه، لازم الجلاش ده يا جماعه عشان يبقى مقرمش كده وتاكلي منه بقى، تلاقي بتاكلي حاجه حلوه، ياخد سمنه عشان يبقى كده ايه، تاكليه يدوب في بقك زي البغاشه كده. النوع ده كده لما تعمليه وتاكليه من غير حاجه خالص بيبقى جميل قوي. بس انا بقى يعني من الحاجات اللي بركتها بجد، يعني انا لفيت 2 جلاش ما كملوش ليا الصينيه، وعملتش ايه، ولا دي كملت ولا دي كملت، فاطلع لفه تاني عشان اكمل الاتنين. وكده ايه خلصنا، وكل الجلاش ما يقعد في السمنه هيحلو على ما تفك اللفه التانيه. نشوفها في الفرن بالصلاه على النبي، النار هاديه بقى عشان تطلع كده مقرمشه معاكي وحلوه، وتبقى فعلا تشرب شربات وجميله كده. شايفين المنظر من فوق وتحت حلوه كده قوي. على النبي بقى تعالوا نسقي الشربات بتاعنا الجميل اللي هو لا تقيل ولا خفيف، طلع مظبوط جدا. احنا نسقي حاجه بسيطه كده عشان احنا لسه هنحط لها حاجه حلوه كمان. شوفوا يا دوبك كده كل واحده معلقه كده على طول، وهعمله كله بالشكل ده وخلص بالصلاه على النبي على كده.